والسيد رئيس الدايره سال دعاء عندك اي حاجه او اي تعقيب يا دعاء عايزه تعقبيه على الشهود؟ عايزه تقولي اي حاجه عن الشهود؟ ما حدث اليوم في محاكمه عروس بورسعيد، محاكمه المتهمه دعاء، حتى ننهي الجدل المنتشر على السوشيال ميديا والجدل المنتشر ما بين مؤيد ومعارض لما قررناه من سابق الفيديوهات اللي احنا قلناها قبل كده، ان انا تيقنت ان دعاء هي القاتله. عايز اقول لحضراتكم جميعا، انا كنت من اول من قاتل باستماته من اجل اظهار الحق والحقيقه، من اجل اظهار هل دعاء هي مرتكبه الجريمه ام انها لم ترتكب الجريمه واجبرت على الاعتراف. كنت شاكك زي كتير جدا قرأ الاوراق ولقى فيها العديد من الثغرات، شكيت وحسيت ان في حاجه غلط، عملت فيديوهات كتيره وقاتلنا امام المحكمه سواء من جانبنا او من جانب الساده محامين المتهمه، وكنت اول من رد المحكمه لعدم استماع المحكمه لطلباتنا وعدم اجابتها لطلباتنا، اقتناعا مني ان ده حجب لاوراق وتحقيقات الدعوه بما فيها من السي المدمج والصور الفوتوغرافيه للمتوفيه الى رحمه مولاها. كنت عايز اشوف الحاجات دي علشان اتيقن عما اذا كانت دعاء هي القاتله من عدمه. كنت اسير مع الساده زملاء محامين المتهمه من اجل تحقيق الطلبات دي علشان كلنا نتيقن من هذا الامر، اذا كانت دعاء هي القاتله ام انها مشتركه ام انها لم تقتل المتوفيه الى رحمه مولاها ولم تكن شريكه ولم تكن شاهده والى اخره. عايزين نعرف هي اي حد في الثلاثه دول. لحد ما طلعت في فيديو واتكلمت فيه قلت لحضراتكم ان انا حسيت في المحاكمه اللي هو الجلسه اللي فاتت دي، مش جلسه اليوم، الجلسه اللي قبلها، حسيت بنسبه كبيره جدا ان دعاء اما انها هي القاتله او انها مشتركه في جريمه القتل او انها يعني تتستر على متهم حقيقي. دي متهمه اعترفت في تحقيقات النيابه العامه بكامل ارادتها وبكامل حريتها بجريمه القتل اعتراف تفصيلي. قد يكون في بعض الامور الغير منطقيه، قد يكون في بعض الامور الغير منطقيه. طيب انت يا دعاء اعترفتي على نفسك الاعتراف التفصيلي ده وقلتي بيانات تفصيليه، يعني اللي قرأ منكم تحقيقات النيابه العامه وسؤال دعاء هيلاقي حاجات تفصيليه، حاجات تفاصيل صغيره لا يقولها الا قاتل او معترف. يعني ما فيش حد هيعترف الاعتراف التفصيلي ده الا اذا كان فعلا بيعترف بجريمه حدثت بالفعل او انه رآها. ولكن كان عندنا تشكك برضه في هذا الامر، ولذلك جئنا في جلسه اليوم، جلسه النهارده 9/8/2026، واتفقت مع اهليه المتوفيه الله رحمه مولاها. طبعا انا كنت جاي متاخر، كانت الساعه حوالي 12 وما كنتش لسه وصلت بورسعيد لان كان عندنا عطل في العربيه، تقريبا نزلت فيديو بالموضوع ده. فاهليه المتوفيه الله رحمه مولاها كلموا الاستاذ نيازي بسرعه علشان لو انا ما لحقتش يكون هو حاضر مكاني. فجيت وهم مكلمين الاستاذ نيازي، فاستاذنتهم واستاذنا الاستاذ نيازي ان هو يسمح لينا بامر اخير، ندي لدعاء فرصه اخيره، تبقى دي اخر فرصه ان هي تقول تعترف. نتمسك برضو بالطلبات بعرض السي المدمج وعرض الصور الفوتوغرافيه، وحضرت انا النهارده وتمسكت بالطلبات دي وترافعت فيها مع الساده الزملاء محامين المتهمه وهم كمان تمسكوا بالطلبات دي. والسيد رئيس الدايره سال دعاء عندك اي حاجه او اي تعقيب يا دعاء عايزه تعقبيه على الشهود؟ عايزه تقولي اي حاجه عن الشهود؟ اصل فلانه كدابه وفلانه كدابه. ده ما حصلش. مين المتهم؟ مين المتهم يا دعاء؟ انت اعترفتي على نفسك ليه؟ فين التهديد؟ اولادك مع اهلك، مين اللي هيهددك وانت في السجن؟ مين؟ مفيش. لم تذكر اي متهم تاني، مفيش اي متهم تاني. وعلى الرغم من ذلك تمسكنا برضو مع دفاع المتهمة
في جلسه اليوم بتحقيق الطلبات علشان نبقى مشينا الطريق لحد الاخر، عشان نبقى تيقنا انها القاتله، عشان ما نظلمش حد، عشان ما حدش يتهبل في دماغه يقول شرب شاي بالياسمين او شربوا شاي بالياسمين او قبلوا الديه او قبلوا التعويض. احنا بنعمل على قد ما نقدر، ودول اولياء دم حتى وقتنا هذا ما خدوش حق بنتهم. حط نفسك مكانهم، حط نفسك مكانهم ولو لدقيقه واحده. المهم ترافع الساده الزملاء محامين المتهم في طلباتهم، والمحكمه اجابتهم لطلبات كتيره جدا. وبعد كده طلعنا والمحكمه كانت عايزاهم يترافعوا اليوم، واحنا لن نصمم لا على المرافعه اليوم ولا على المرافعه لجلسه باكر، ولم نصمم على اي شيء الا تحقيق الطلبات عشان نبقى متيقنين برضه تاكد يقيني عما اذا كانت هي او هي مشتركه او هي متستره، لان هي مش هتطلع عن الثلاثه دول. كنت رايح جلسه اليوم هي مش هتطلع عن الثلاثه دول، بس حتى نتيقن نحقق الادله كلها، حتى نتيقن هي اي حد في الثلاثه دول فاعل اساسي او فاعل اصيل وحيده او مشترك معها اخرين، او ان هي متستره على متهم هو من ارتكب هذا الفعل. ولكن على الرغم من ذلك دعاء مفيش اي حد تاني بتتهم، ولا وجهت الاتهام لاي حد تاني، وانا اقولها اهو على مسؤوليتي، ولا وجهت الاتهام امام المحكمه لاي حد تاني ان هو القاتل، ان هو اللي قتل. اتكلمي يا دعاء براحتك خالص، مفيش. وبعد ذلك حدثت الطامه الكبرى، وحدثت امام مين؟ امام الساده محامين المتهمه، المستشار مجدي الأدوش والمستشار الغندور. انا ما بقولش اي كلام لما بقول ان في حاجه ظهرت امامنا اكدت الينا وتاكدنا وتيقنا ان دعاء هي القاتله بنسبه 100%. انا ما بقولش اي كلام، بس في حاجات ما ينفعش ان هي تتقال، ولكن قيل هذا الامر وحدث هذا الامر وظهرت هذه الادله امام المستشار مجدي الأدوش والمستشار الغندور محامين دعاء. تم الاطلاع على الصور بتاعت المتوفيه الله رحمه مولاها، مفيش على لبسها طين، مفيش على ملابسها طين. شفت الصور، شفت الجرح اللي في رجليها، شفت المتوفيه الله رحمه مولاها، شفت دعاء وهي بتمثل الجريمه بكامل ارادتها، وهي بتعترف وبتقول انا مثلتها ازاي وحصلت ازاي، ونظرتها وطريقتها واسلوبها واعترافها التفصيلي وطريقه قتلها للمتوفيه الله رحمه مولاها، والتي لم تكن النيابه العامه تعلم نفسها ان كان في كدمه هنا الا لما الطبيب الشرعي هو اللي ثبت. دعاء قالت قبلهم، دعاء قالت قبل ما الطبيب الشرعي نفسه يقول ان البت كانت مخبوطه هنا في جنبها من هنا، مش ورا خالص، في الجنب. البت اتقتلت فوق في الدور الثاني فعلا، ما اتقتلتش في حته ثانيه بره. انا مش هفرح ان انا ابقى في صف حد في الاول وبعد كده اقوم مغير موقفي الدنيا كلها تشتمني. يعني انا مش هفرح بحاجه زي، يعني تخيل معايا، خليك عاقل، يعني خليك مدرك. انا مش هفرح ان انا اكون بطل في وقت من الاوقات واقوم مدمر نفسي قدام الناس كلها واطلع راجل خسيس. انت مجنون؟ يعني اللي بيتكلم حاجه زي دي انت مجنون يا ابني؟ يعني في حد عاقل يعمل كده؟ لو انا خسيس هتبقى في الخباثه، لو انا وحش هتبقى في الخباثه، في الهادي مش هيبان عليا اي حاجه، هلعب من تحت لتحت. انما اطلع واقول ان فلان الفلاني بما يرضي الله، تزعلوا؟ في ايه؟ في ايه؟ اللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز يصدق عنه ما صدق. البت هي اللي قتلت بنسبه 100% يقين، خلاص الموضوع انتهى، واعترفت اعتراف تفصيلي، ما رضيتش تقول على اي حد من المتهمين ولا ذكرت اي حد من المتهمين، والجريمه تمت فوق في الدور الثاني، وبالفعل زي ما هي قالت بالظبط في تحقيقات النيابه، هي دي الجريمه اللي حصلت فعلا. في قصور في تحقيقات النيابه، في قصور في تحقيقات النيابه، في قصور في تحريات المباحث، في قصور في تحريات المباحث، ولكن الجريمه حصلت على الشاكله دي. يعني قد يكون في استسهال، المتهم اعترف فخلاص، يعني البت اعترفت فخلاص يا جماعه نخلص بقى دنيتنا وننزلها محكمه على طول. الاستسهال ده قد يكون هو اللي عمل الثغرات دي كلها.
ولكن لم يطمئن بالي ولم يرتاح ضميري الا بعد سد معظم الثغرات دي كلها. خلاص، دعاء هي القاتله امام الجميع. واتقال الكلام ده قدام الاستاذ المستشار مجدي الادوش والمستشار الغندور، وانا بقول اهو، بقول اسماء اهو. بس ما ينفعش اطلع اقول على العلن الكلام ده حصل ازاي، ولا الطريقه اللي حصلت بيه حصلت ازاي. دعاء هي القاتله، سواء المستشار مجدي الادوش والمستشار الغندور اقتنعوا بهذا الامر ام لم يقتنعوا، ده امر راجع ليهم ولهم مطلق الحريه في هذا الشان. انما انا استقر يقينا 100% ولا اقول الا ما يرضي الله. والله لن اقول الا ما يرضي الله. مش هقول اي حاجه علشان اي حد يسقف لي ولا يقول لي برافو ولا انت بطل ولا انت مش عارف ايه ولا انت. انا هقول اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى واللي يملي عليها ضميري واللي هأسأل عنه وهتحمله فوق كتافي يوم القيامه. بس لا انا عايز حد يسقف لي ولا عايز حد يقول لي انت مش عارف ايه ولا انت كاني ولا انت مش عايز اي حد يقول لي الكلام ده كله. انا بقول بما يرضي الله عشان تبقوا انتوا فاهمين ان في تضليل كتير وفي افلام كتير وفي مطبلاتيه كتير وفي ناس بتسترزق قصص في قصص عشان يبقى ده اخر فيديو انهي بيه هذا الامر. بس قبل ما اقفل، بما يرضي الله سأسأل عن هذا الامر مش منكم، لان مفيش حد يشغلني سواء تعليقات سلبيه او انتقاد او هجوم ولا بعبر. انا بقول بما يملي عليه ضميري وما اقتنعت به من اجل وجه الحق فقط لا غير. واللي عارف احمد شمس عارف ان احمد شمس لما بيقول كلمه بيعملها، وما بيقول كلمه بينفذها. احمد شمس لا بيتهدد، احمد شمس لا بيبص لا يمين ولا شمال، احمد شمس اقصر طريق للحق هو بيلجأ اليه. وصلت؟